سلام. اليوم غادي نحكي لكم على سجن دازممار. سجن دازممار أكفس معتقل سري لتعذيب السجناء. يلا هودات حسيت انا بواحد الهواء سخون. عرفت يعني من التجربه ديالي في الطيران، عرفت رحنا في الصحراء، شي بلاصه في الصحراء. السجناء كياكلوا وكينعسوا في قبر فيه تقبه وحده، كياكلوا وكيتنفسوا منها، وفي ديك التقبه كيقضيو حاجتهم. وإلا سدت ليهم الفضلات التقبه عرف راسك بلي ميت، حيت هذا هو الملجأ ديالهم. سجن دازممار اللي دار ضجة في المغرب داك الوقت، ومثل المغرب في صورة خايبة بسبب غياب الإنسانية والعذاب اللي دوزوه المعتقلين تماك. انت اللي كتفرج فيا ولا انتي، إلا عجبك المحتوى اللي كندير دعمنا بلايك واشترك في القناة إلا عجبك الفيديو، وشكرا بزاف لكم. سيداتي سادتي، حلقة اليوم غندوي لكم على سجن دازممار. شكون السجناء اللي فيه ويمتى وعلاش تبنى؟ في عام 1971 دبر المذبوح واحبابه الانقلاب على الحسن الثاني، ودبروها بيناتهم، وحتى واحد ما عرفش من غيرهم. ناضوا استغلوا طلاب مدرسة أهرموم العسكرية باش ينفذوا بهم الانقلاب. قالوا لهم باللي باغيين يديروا واحد الدورية كيف العادة، ولكن هاد المرة غادي نشدوا شي ناس باغيين ينوضوا الفتنة في شي مناطق في الصخيرات، خاصنا نهجموا عليهم. هذه هي الكذبة اللي دار أعبابو والمذبوح، حيت لو كان قالوا لهم غادي ينفذوا الانقلاب غيرفضوا، واصلا هما ما عارفينش فين جا القصر ديال الملك في الصخيرات، غير وصلوا وبداو يطلقوا القرطاس على القصر، ودخلوا للقصر باوامر من المذبوح. وملي دخلوا لقاو راسهم كينفذوا في الانقلاب بلا ما يعرفوا. هنا حسوا براسهم ضحايا حيت قلبهم المذبوح واستغلهم، ولكن ما عرفوش ما يديروا وبداو يضربوا بالقرطاس. وبعد ما فشلت المحاولات شدوهم كاملين، وهما يعدموا جميع الضباط اللي كانوا معاونين لكونورير أعبابو. الطلاب اللي متورطين عطاوهم عقوبة حبسية من 2 حتى ل5 سنين في سجن العادي العسكري في قنيطرة، ومن بعد نقلوهم لمطار الراشدية، ومن ثم المعتقل السري دازممار. وهذا الشيء كامل تم بطريقة سرية باش ما تدخل لا منظمة دولية ولا جمعيات حقوق الإنسان، والهدف هو العذاب تحت الموت البطيء الإنساني. حيتاش غيدوزو 20 عام في هذا السجن، كل واحد في زنزانة ما فيها لا ضوء لا ماء لا فراش حتى شي حاجة. الموت ديال البرد في وقت الشتاء، والموت ديال الصد في وقت الصيف. زيدها المعاملة الخايبة من جهة الحراس والمدير المعتقل اللي ما كيعرفش الرحمة. حبس دازممار تصمم بواحد الطريقة مرهوبة، وفيه 58 زنزانة مفروقة على 2 بلوكات، بلوك A وبلوك B. كل زنزانة قد باكية ديال اللقيد، وبحال القبر فيها 3 متر طول و2 متر عرض و4 متر في العلو. قليل كانوا كيموتوا بالبرد في ايام الشتاء، وكيموتوا بالصهد في ايام الصيف، حيت في الصيف حيت الحبس كان مغطي بالقصدير، داكشي علاش الحرارة كتدخل لهم حتى لداخل. باب الزنزانة فيه 7 ديال التقابي صغار، منها كيتنفسوا المعتقلين، ومنها كيدخل ليهم شويه ديال الضوء في الصباح فقط. اما البقيه ديال الاوقات كيكون فيهم غير الظلام. المهندس اللي صمم هذا الحبس غالبا غيكون مريض نفسي وما كيعرفش شي حاجه سميتها الرحمه. احمد المرزوقي واحد من المعتقلين اللي في حبس دازممار انشا كتاب كيعاود فيه كيفاش دوزوا ايامهم اللي عاشوا فيها الرعب. حبس دازممار قالوا عليه قبور الاحياء، حيت سموه بهذه السميه حيتاش دوزوا فيها أكفس أيامهم اللي خايبة بزاف وعاشوا فيها الرعب. على لسان ما يسمى أحمد المرزوقي قال وصلوا لدرجة أنهم يفرتوا البوراز في تبصيل فاش كياكلوا ويخويوه في ديك التقبة، وهذا الشيء كل شيء غير باش ما تبلوكاش، حيتاش إلا تبلوكات تما غيموتوا أكفس موتة. انت الطرونتيز خرجت بعدا فاش خرجت انا وحيدوا لي هذاك باش وزنوني فيها 29 كيلو بحال شي درجه صغير. كيعطيوهم ماكله ناقصه، خبز وصوبه و5 لتر ديال الماء فقط، ودوزوا عليهم اكفس انواع ديال التعذيب النفسي والجسدي.
النقا ما كاينش، الريحه الخايبه اللي كاينه تما يقدر تقتلك. البعض منهم مات، البعض منهم كيدوي غير مع راسو، والبعض منهم تفروح، والبعض منهم مات وما قدرش يتحمل ديك المعاناه اللي كاينه تما. واخا داروا الاضراب على الطعام حتى واحد ما تسوقش ليهم. لا والو، بدا هادي بدينا نغوتو، درنا الاضراب ديال 4 ايام ديال الجوع. ما جا داك واحد قالنا كاع لا تعيوا راسكم، راه واخا تبقاو تموتوا راه غادي. فين تبنى الحبس تا زمان مارد ويمتى تبنى؟ في عهد الحمايه او الاستعمار الفرنسي بالمغرب تبنى حبس تا زمان مارد في واحد القريه بين الرشيديه وميدلت، ومعروفه بالجو اللي فيها، واستغلتها فرنسا باش كيشدوا المعارضين والمقاومين المغاربه في ديك الوقت. من بعد الاستقلال الحسن الثاني شيد داك المخيم واللي بنى فيه تا زمان مارد، اللي هو معتقل سري فيه معتقلين سياسيين ومعارضين النظام الملكي. كيفاش خرجوا ونجاو من الرعب ديال تا زمان مارد؟ واحد طائره فرنسيه كتصور واحد الروبورتاج ومرات فوق السجن خرجت هاد القضيه للرأي العام، والناس دخلهم الشك، كلشي كيدوي على تا زمان مارد. ومن بعد خرجوا بعد تسريبات من مسؤولين كبار، ومن بعد عام خرج واحد نائب برلماني اللي سميتو محمد بن سعيد بن أيدر، واللي دوا على مصير المعتقلين اللي كانوا في حبس قنيطرة. وهنا تفرش حبس تا زمان مارد السري وبان للعالم. الطيار كان من المعتقلين، دخل مع حراس السجن اللي كانوا كيجيبوا الدواء في شحال، وكان كيعطيهم الرسائل يعطوهم الزوجه ديالو، واللي من اصل امريكي، اللي كان كيقول ليها باللي كاينين في واحد المعتقل مكرفسين بزاف، وبصيفتو طيار كيلمح ليها البلاصه فين. وفي البلاصه برصت المنظمه والجمعيه الانسانيه، تما دخلت المنظمه العالميه الاجنبيه وتم الافراج على المعتقلين بعد ما دوزوا 20 عام ديال الظلم. كانوا صغار حتى ولاو كبار، وهاد المعتقلين خرجوا منهم 28 واحد، اللي بيناتهم محمد المرزوقي اللي كتب الزنزانة رقم 10. الخوت وصلنا لنهاية الفيديو. اللي عجبو الفيديو ولا عجبو المحتوى اللي كندير عملنا بلايك ويشترك في القناة باش يوصلوا كل جديد.